في محطته الأخيرة، اتصل عبد الحليم حافظ بالكاتب إحسان عبد القدوس متنقلاً بين آلامه ليعبر عن رغبته في إنشاء فيلم يسرد سيرته الذاتية، معتبراً هذا المشروع الأهم في حياته. كان الاتصال مفعماً بالشغف والتفاصيل، حيث تطرقا إلى نقاط عديدة وأحلام المستقبل التي كانت لا تزال تلازم الحكاية المليئة بالنجاح والتحديات. بعد ذلك سافر حليم إلى لندن للقاء إحسان بعد زيارة ابنه في أمريكا، وهناك بدأت الكتابة الفعلية لقصة الفيلم التي تحمل اسم تائه بين السماء والأرض. وفي ليلة تسليم القصة صدم إحسان بخبر غير متوقع عن رحلة حليم إلى المغرب، ليكتشف لاحقاً أن العندليب قد تعرض لنزيف مفاجئ أفقده القدرة على السفر. بينما كانت الأضواء تسلط على مسيرة حليم، أجرى الأطباء الفحوصات اللازمة واكتشفوا أماكن جديدة في مرء العندليب، ما أدى إلى تكرار الحقن كإجراء طبي لضمان سلامته. وفي لحظة مؤثرة حضر إحسان إلى المستشفى وسلم حليم قصة الفيلم ليبدأ العمل على إنتاجه، وسط تساؤلات عن احتمال تمثيل سعاد حسني لدور البطولة. وبقي السؤال معلقاً: هل يكشف الفيلم عن القصة العاطفية بين العندليب وسندريلا الشاشة؟